السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جالكم وصفة جميلة النهاردة، طواجن السعادة، حاجة كده تحفة. هوريك ازاي النهاردة تعمليها وازاي كمان تبدأي بيها مشروعك. انا الحمد لله عملت بيها مشروع صغنن كده، والحمد لله يعني حاجة كده على قد صغنن. اتمنى يا رب انتي كمان تعملي المشروع ده. طبعا شايفين يعني الاسعار دلوقتي هتعمل ازاي، فكل واحدة تعرف تقدر من بيتها تعمل حاجة. يلا ربنا يعيننا جميعا. وهقولك كمان على المقادير المظبوطة كويس تطلعي بيها الكمية الكويسة اللي احنا عملناها دي كمان واكتر منها. بس يلا بينا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، تعملي لايك وتشتركي في القناة عشان اقولك كل المعلومات المفيدة يا امر منك ليها. يلا بينا. بصوا بقى يا حلوين، اول حاجة معايا 3 بيضات. معلش هو البيض غالي انا عارفة والله، بس احنا هنحتاج 3 بيضات بس مش اكتر من كده. وكوباية ونص سكر، وعبوتين فانيليا. لو عندك فانيليا السايلة حطي منها معلقة صغيرة عشان ساعات بتبقى يعني حادة شوية. ونكسر كل بيضه كده لوحديها. طبعا البيض يكون خارج من التلاجة من قبلها حوالي ساعتين 3 ماشي. وادي كوبايه ونص سكر. طبعا لو تشتغلي مع عملاء لازم الخامات بتاعتك تبقى نضيفه، يعني ما ينفعش تجيبي سكر بتاع التومين، لا الطعم هيغير شويه، فلازم يبقى السكر لونه ابيض عشان الكيك يبقى فاتح معاكي وحلو. حتى لو هنحط له كاكاو، اي خامات هتستخدميها لازم تبقى خامات جوده عاليه عشان خاطر تعرفي يعني الزبون يبقى مرضي ما هياخد الحاجه منك، مش ميبقاش فيه اي مشاكل بعد كده. ونبدأ بقى ايه بالمضرب كده اللي على قدي ده برضو. مريم مضيعالي السلاح بتاعه التاني، بس عادي انا هضرب برضو بيه لغايه ما السكر كله يدوب، ما يبقاش فيه سكر خالص. امسكيه كده بايديكي ما تلاقيش ولا حبايه سكر. هنزل بعد كده نص كوبايه زيت معانا. بصوا بوريك الخليط اهو، وادي كوبايه لبن. وهضرب تاني كل مره، يعني حطيت الزيت هضرب، حطيت اللبن هضرب، لغايه بقى ما اضرب في اللبن هلاقي كل الفقاعات دي كده زي ما انتوا شايفين. هركنهم كده على جنب، وهجيب بقى الايه المكونات الجافه معايا. دول 3 كوبايات دقيق، 3 كوبايات دقيق. احط عليهم ظرف اللي هو البيكنج باودر. وهنزل عليهم ب3 كوبايات 3 معالق عفوا كاكاو خام. ده كاكاو دريم، بحب استخدم طعمه لان طعمه حلو جدا. لو مش عندك ممكن تستخدمي اللي عند العطار، بس هاتي كاكاو اسباني عشان دي احسن حاجه في الكاكاو. ماشي حلوين. طبعا انا هقعد اقلب فيهم بس برضو مش هيديني شكل الخليط اللي انا عايزاه. فانا احسن حاجه ان انا للكيك اللي انت لازم تدخلي مره واتنين وتلاته. دول بصراحه انا دخلتهم مرتين عشان يديني الشكل الحلو اللي انتوا عايزينه ده، اللي انتوا شايفينه. بصوا بقى شكل القوام بعد ما ضربناه شكله عامل ازاي، جميل جدا مفهوش ولا يعني حبايه سكر واحده. ودي اهم حاجه. والخطوه اللي هتخلي معانا الكيكه دي تبقى هشه كده وجميله وحلوه، وكمان تديني كميه حلوه، الميه السخنه، كوبايه الميه السخنه اللي انا حطيتها في الاخر دي، هي دي اللي هتديني يعني الكيكه بتاعتي ما شاء الله هتشوفوها في الاخر شكلها عامله ازاي. وهبدا اضرب كده كويس زي ما انتوا شايفين لغايه ما يعني الدقيق كله يختفي في الخليط بتاعي. وهدهن بقى الطواجن بتاعتي اللهم صل على النبي بالزيت. على فكره انا ضربت الخليط بتاعي بالمضرب عادي، دي ممكن ما تضربيه بالشوكه بالمعلقه اي حاجه، يعني مش شرط مضرب، بس انا عشان هو كان جنبي فانا ضربت بيه. وهبدا بقى ايه احط في الطواجن. طبعا شايفين انتوا الطواجن مش حاطه فيها كتير، يا دوبك هي كبشه ونص كده، او ممكن كمان تحطي كبشه واحده بس مش اكتر من كده. دول كان اوردر ستة يعني بس. وكان طبعا فاضل معايا كيك فحطيته في الصينيه زي ما انتوا شايفين. دخلت درجة حرارة 180 لمدة ايه ربع ساعة بس، وطلع كده ما شاء الله، اختبرته وطلع زي الفل. انا هوريكم شكل الكيكة دلوقتي عاملة ازاي. هغطيه بس كده الاول عشان يبرد، ما ينفعش اشتغل فيه وهو سخن، لازم يبرد. بس دي طبعا هنقطعها وناكلها، بس هنا كنت بصوا بوريكم. بصوا جمالها، تحس كده اللي هي هوهوس كده في نفسيها، جميلة اوي، حلوة بصراحة، كانت حلوة. يعني الصينية دي والله العظيم يعني تقريبا ما قعدتش 5 دقايق. ما شاء الله نسفت والله. هتلاقوا مريم ورقية معايا في الفيديو. يلا احلى لايك واحلى شير واحلى اشتراك في القناة رقية ومريم. بصوا بيتخانقوا عشان مين اللي يحط الكيكة بتاعته الاول. طبعا كلنا والحمد لله بالهنا والشفا، عملنا كوبايتين شاي بلبن كده في الساعة اللي احنا فيها دي، وكان يوم الف هنا وشفا. انا بقى معايا كوبايه كوبايه لبن. حطيت عليها معلقتين 3 كده سكر وضربتهم كده شويه عشان نعمل الكريمه بتاعتنا، ماشي كريم شانتيه. ومعايا كوبايه كريمه، ومعايا كمان نص كوبايه بس الكريم بيدي طعم حلو قوي. هقلبهم كده مع بعض وهنزل عليهم بمعلقتين كبار كده كاكاو، كان اخر الكاكاو اللي عندي. بس هو المفروض بصراحه كنت نزلت 4 معالق، بس دول كان اخر يعني معلقتين عندي. ونزلت بيهم كده. احنا حطينا كريم شانتيه بس الكريم، كوبايه لبن، معلقتين سكر، معلقتين كاكاو، وبضرب كله كده مع بعض زي ما انتم شايفين. طبعا اللبن يبقى ساقع جدا خارج من الفريزر. بضرب مره واتنين، وبعد كده بقلب كده من تحت لفوق عشان اشوف الكاكاو كله ضرب ولا لا. وبعد كده بعبيها في كيس واشيلها في في التلاجة.
طبعا بصوا ما شاء الله، تعالوا لكم بقى شكل الكيكه عامله ازاي، ما شاء الله القوام بتاعها يعني بصوا حاجه كده، يعني عسل عسل عسل. والله يا جماعه طعمها تحفه، لو هتاكلوها كده حتى عادي اعملوا طريقه الكيك بس كده من غير ما تزويق من غير اي حاجه، وكلوها جنب اي حاجه دافيه كده ولا حاجه، او كوبايه لبن او كوبايه قهوه او نسكافيه، حاجه كده في منتهى الجمال. هجيب بقى معلقتين لبن كده معايا، هبدا ان انا اسقي بيهم كل الطواجن بتاعتي، يعني كل طاجن كده هديله 3 4 معالق كده، بس من غير سكر من غير اي حاجه، احنا لسه هنحط كريم شانتيه وهنحط حاجات على الوش، يعني مش ناقصه سكر بقى، فواحده واحده كده ماشي. لو حابه تحطي معلقه سكر مفيش مشكله عادي حطي، بس انا ما حبيتش عشان يعني الموضوع ما يبقاش مسكر. جبت بقى الكريم بعد وسبته بقى يتشرب اللبن بتاعي، اللبن ده ما كانش سخن ولا حاجه، كان عادي. جبت بقى الكريم شانتيه طلعته كده بقى من التلاجة، وبدات ان انا ايه اوزعه يعني في كيس كده حلواني، او كيس او كيس سندوتشات العادي، كنت عندي بصراحه كيس سندوتشات فحطيته فيه. وبعد كده بدات ان انا ايه اوزعه كده على الطواجن بتاعتي، وبعد كده جبت معلقه كده صغننه، وبدات ان انا ايه اساوي الكريمه. احنا كده كده مش مشكله يعني نسويها، او احنا كده كده لسه هنحط حاجات على الوش زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو، فهتبقى عادي يعني، بس احنا بنحاول بس يعني ايه نديها كده يعني حاجه تبقى يعني كويسه، عشان نعرف لما نيجي نحط عليها صوصات تبقى ايه كلها شكلها جميله كده وحلوه. بس هخلص بقى كل الطواجن بتاعتي بقى كده الجميله دي زي ما انتوا شايفين. ولو وصلتي معايا لغايه دلوقتي اتمنى يا رب تحطي اللايك، يلا يا امل منك ليه حطي اللايك يلا. اشتركتي ولا لسه؟ اتمنى يا رب تكوني اشتركتي عشان القناه تكبر بالله عليكم بقى. بصوا بقى اهو، ببتدي بس ان انا اسويه. عايزه اقول لكم البتاع الطواجن السعريه دي في منتهى الجمال، في منتهى الجمال. بصوا بقى انا جبت الصوص ده كده من السوبر ماركت عادي، مش عارفه الازازه كانت ب15 او 18 جنيه حاجه زي كده. هي الاول ما كانش عايزه تنزل، سيحتها على ايه، حطيتها في ميه سخنه، او ممكن لو عندك ميكرويف ممكن تحطيها في الميكرويف، بس انا بصراحه ما عنديش فحطيتها ايه يعني في ميه سخنه كده، فبدات اللي هي تنزل الصوص بتاعها، عشان طبعا انتوا عارفين الساعه بتاعتنا. ده واحد عملته بالشوكليت، والتاني بقى هعمله بالايه باللوتس. بصوا اللوتس دوت بعمله حمام ميه دافيه، واعمل له حمام ميه سخنه، واحط عليه معلقتين زيت، يعني اول بحط عليه معلقتين زيت، وبعد كده بحطه على حمام الميه السخنه، وبعد كده ايه هي بيسيح بس في وقتها، مينفعش اعمله قبلها برضه هيرجع يجمد، فانت اعمليه في وقتها عشان خاطر ايه يبقى سايح معاكي كده على طول، وتعرفي تنزليه على الطاجن بتاعك او على او على الصينيه بتاعتك، لو انت مثلا عايزه تزوقيها مثلا في البيت يعني ممكن. ده كده كان يتعمل في الصينيه اللي انا كنت عاملاها، بس انا ايه عشان كان عندي شغل فايه كنا احنا الصينيه عادي يعني. بس اللي انا كنت حاطه عليها الشغل دي هنزل كده عليها برضو معلقه كده ايه يعني زي زجزاج كده نازل من اللوتس كده عشان حاجه تديني شكل. واللي هو باللوتس ده هبدا ان انا افرده كده كويس في ايه في الطوب، واعمل بقى واحد لوتس واحد شوكليت، واللي عليه الشوكليت هحط عليه لوتس، واللي عليه لوتس هحط عليه شوكليت، وهكذا. وعندي بابلز كده صغننه اللي هي بالشوكولاته ديت، في شوكليت كده وفي شوكولاته بيضه يعني وشوكولاته غامقه، هجيبهم برضو دلوقتي وارش عليهم. حطي معلقتين كده كبار من النوتيلا كده واللوتس او اي صوص بقى انت تحبيه، فيه صوصات كتير على فكره موجوده يعني، بس ممكن بدل الصوص اللي انا كنت جايبه الشوكولات ده ممكن تجيبي صوص نوتيلا، يعني تعملي النوتيلا برضو بنفس الطريقه اللي انا عملت بيها اللوتس، برضو معلقتين الزيت وتسيحيهم على حمام بخار برضو هيبقى جمال جدا. اهو بصوا اللي انا حطيت عليها اللوتس هحط عليها ايه الشوكولات، شايفين؟ بس كده، ودي برضو التانية وهكذا. عايزه اقول لكم يعني دول طعمهم في منتهى الجمال، انا كنت حايشه البنات عنهم بالعافيه يعني فاهمين. البنات جننوني والله بجد يعني، عايزين احنا كمان، انا كنت عامله لهم والله، بس احنا عايزين. بصوا بقى شكلهم، بصوا البابل زي اللي بقول لكم عليهم، جبتهم بقى ورشيتهم كده. يلا بقى بسرعه قومي ابدأي مشروعك انت كمان، وحققي حلمك اللي نفسك فيه. لو نفسك في حاجه تحققيها يا رب كل احلامكم تتحقق يا رب لينا جميعا، ويا رب يرفع عنا الغلاء والوباء يا رب اللي احنا فيه دوت، ويسترنا، ودايما يا رب عندكم الخير كله. بصوا بقى من جوه، بصوا بقى اخدنا معلقه كده بقى من جوه كده حاجه كده تحفه تحفه تحفه. بصوا هم واقفين ورايا اصلا هياكلونا، انا مش هياكلوا الطاجن هم هياكلونا. ربنا يخليهم يا رب ويبارك فيهم. يا رب بقى لو الفيديو عجبكم، واتمنى يا رب تعملوا شير وتعملوا لايك وتشاركوا كمان في القناه يعني. ويا رب اشوفكم كده على فيديو جديد، واسيبكم بقى تستمتعوا مع اللحظات الجميله الممتعه ديت كده ايه من طاجن السعاده. بص شكل الكيك. يلا اشوفكم على فيديو جديد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، باي.